انا اتربيت في حجر والدتي لغايه ما الله يرحمها ماتت، وانا كان سني 37 سنه لما ماتت. لكن انت امك رميتك لحمه حمراء وانت لسه عيل صغير بشخه، رميتك في البحر وانت عندك 14 سنه. الفرق بين امي وبين امك اللي ربتني واللي انت اتربيت في حضنهم، ده فرق ما بيني ما بين اي حد. ولكن انا مش هغلط في امك عشان امك قاعده في البيت ملهاش ايه. اول حاجه، انا عمري ما غلطت في اهل بيتك، ولو اني عارف اسامي اهل بيتك وامك، وعمري ما اجيب سيرتهم. انت اللي غلطت فيا. وحياه امي الست اللي انت ذكرتها دي، قلت رمت ابنها عندها 14 سنه، اللي شبشبها ب10 من امثالك. لا اخليك تبكي بدل الدموع دم. تاني حاجه، امي رمتني في البحر عشان ابقى راجل، عشان اطلع اجيب لهم عيش، عشان عندي اخين اتنين مش عاوزنا نتسول ولا نطلع نعمل جتتنا على المطاعم ولا نعمل، قالت لي اخرج وشوف اكل عيشك. وجيت هنا اشتغلت. الجاي في اللي انت بتقول عليه يا عمرو، اللي انت بتقول عليه، ولا تعرف تلبس لبسي ولا تعرف تاكل اكلي. الناس اللي حواليها تعرف. الجاي بيصحى من الساعه 7 الصبح عشان يطلع يشتغل. بس الحمد لله، انزل شوف العز اللي عند ابويا والخير اللي عند ابويا، عشان مربي راجل، وامي رمت في البحر عشان ابقى راجل. عمر اهلك ما شافوه. تاني حاجه، انا بطولي، بس الناس بتمنى انها بتحب الواحد بتطلع تدافع عني. بس اقسم بعز جلاله الله وحياه امي اللي انت ذكرتها في الفيديو ده يا عمرو، على ذكرك لامي وتقول اللي هي رمتني انا في قلب البحر، ما انا حلك. ولو الحكومه سابتك بتاع مصر، لو كل سبك، اقسم بعز جلاله الله اطرش دم على ما ربيش بنتي، ما هو رب بنتي، ما انا حلك. وانا كده كده نازل. انا مش حلك لحد يوم الدين. واسال عني لما بقول انا خصمك لحد يوم الدين، عدى سنه عدى اتنين، اللي بقابله بكسر بنفسه. ما انا حلك. ادام الحكومه المصريه، المحامين المصريين، مصر مش عارفين يجيبوا الحق. انت كل شويه، انا ولا غلطت في امك؟ انت طلعت امي رمتني انا عندي 14 سنه عشان اطلع راجل يالا، عشان ما باشا زيك انا عايش انت وغيرك يالا، عشان اجي هنا اشقى. امشي في ايطاليا اسال على السوس يالا، اسال اي حد اشتغلت معاه يقول لك عيل راجل. من وانا عندي كام سنه انا عيل راجل مش زيك. بس العيب مش عليك، العيب على المحامين اللي طلعوا اشتكوا سوزي الغلبانه وسايبين واحد زيك. العيب على المجتمع اللي سايبك تعمل كده. مفيش راجل جدع، مفيش راجل عنده دم يقابلك ولا منحور يخبطك كفير اتنين. مفيش ظابط يقول لك تعالى انت بتعمل كده ليه. بس اقول لك ايه، ما هو اللي زيك هو اللي ممكن يوصل واحد زي اللي هو يعمل جريمه. بس اقسم بالله وحياه من خلقني، ما انا حلك على ذكرك لامي يا عم. وعاوز اشوف دكر يقول لي انت غلطان، وعاوز اشوف بقى الحكومه هتعمل معايا لما ناخد حق منك انا بالطريقه بقى.